مفاجآت كبيرة في الكرة المصرية. لاعب يطلب أموالا للانضمام للفراعنة، وفرمان عاجل داخل الزمالك. شهدت الساحة الكروية المصرية خلال الساعات الماضية سلسلة مفاجآت مثيرة، أبرزها مطالبة أحد لاعبي المنتخب الوطني بالحصول على أموال مقابل ارتداء قميص منتخب مصر، ما أثار جدلا واسعا داخل الوسط الرياضي. وأوضح ضياء السيد مدرب المنتخب السابق أن هذا اللاعب لم يكتفي بتمثيل الفراعنة، بل وضع شرطا ماليا مقابل المشاركة، وهو ما لم يحدث كثيرا في تاريخ الكرة المصرية. في سياق آخر، أصدر نادي الزمالك قراراً رسمياً جديداً يتعلق بخماسيته الدولية استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل وفقاً لتوجيهات معتمد جمال، مما يعكس حدة استعدادات الأبيض للمنافسات القارية. أما على صعيد حراس المرمى، فقد فجر عصام الحضري مدرب حراس المنتخب السابق مفاجأة عن حارس الأهلي ومنتخب مصر محمد الشناوي، مؤكداً أن زميله مصطفى شوبير كان الأفضل خلال الفترة الأخيرة، ما أثار الجدل حول ترتيب الأولويات داخل المنتخب. وفي آخر الأخبار، لا تزال صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة الإسباني معلقة، وسط ترقب لمصير الصفقة بعد التطورات الأخيرة التي رصدتها التقارير الإسبانية، وهو ما يشكل أحد أبرز الأحداث في سوق الانتقالات الحالية.